أقسم على الله عز وجل بروح علي بن أبي طالب عليه السلام بهذا القسم العظيم، ما قرأه أحد بهذه الطريقة إلا وقضيت حاجته وسهل الله أمره، وكذلك لشفاء المرضى بالخصوص ببركة هذا القسم العظيم الذي ذكره علماء الإعلام، وهو ما قاله آية الله السيد إبراهيم الزنجاني، يقول: إن من المجربات لقضاء الحوائج ولشفاء المرضى بالخصوص، وهو قراءة هذا القسم 41 مرة، وهو أن تقول: اللهم صل على محمد وآل محمد، وأسألك بروح علي بن أبي طالب عليه السلام الذي لم يكفر بالله طرفة عين أبدا، أن تقضي حاجتي أو تشافي فلان بن فلان. تقرأه كم؟ 41 مرة. أكرر هذا القسم، تقول: اللهم صل على محمد وآل محمد، وأسألك بروح علي بن أبي طالب عليه السلام الذي لم يكفر بالله طرفة عين أبدا، أن تقضي حاجتي أو تشافي فلان بن فلان، وهو معروف جدا لقضاء الحوائج ولشفاء المرضى بالخصوص. فنسأل من الله عز وجل بروح علي بن أبي طالب عليه السلام أن يقضي جميع حوائجكم وأن يشافي جميع مرضاكم بجاه محمد وآل محمد. فأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.